العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الجنوبي يعقد باجتماعه الدوري الرابع والعشرين. إنجاز مشاريع تنموية كبيرة في إقليم عن سبب. العاصمة أسمرة تشهد انعقاد الاجتماع السابع للجنة المركزية لكونفدرالية العمال الوطنية. حاملة طائرات تتجه إلى بحر العرب، وإيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية. كارني يدعو إلى شراء المنتج الكندي ردا على تهديد ترامب. وبلجيكا تمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام مجالها الجوي. أهلا بكم. عقد مجلس الإقليم الجنوبي اجتماعه الدوري الرابع والعشرين يوم 23 من يناير في مدينة مندفرة. وأوضح رئيس مجلس الإقليم الجنوبي عن مهمة دور أعضاء المجلس التي تركز على مراقبة وتقديم دعم شامل للأنشطة التي يتم تنفيذها لتحسين سبل عيش المواطنين، مضيفا أنهم بحاجة إلى العمل معا لغرس ثقافة العمل الجاد والاقتصاد في المجتمع. وبعد الاستماع إلى تقارير المؤسسات الحكومية المختلفة، ناقش المجلس أنشطة التنمية والإدارة. وحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أعضاء المجلس على القيام بدور فعال في عام 2026، قائلا إن الحفاظ على المياه والتربة والصيانة العامة للسدود ومعالجة آبار المياه وتنسيق مشاريع إمدادات المياه هي من بين الخطط الرئيسية لهذا العام. وقد أصدرت قرارات وتوصيات لتوسيع نطاق خدمات ما قبل المدرسة وبذل الجهود لتحسين جودة التعليم من خلال غرس ثقافة القراءة وحملات التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين، والإجراء الاستعدادات الكافية وتنظيم التدريبات لتحسين سبل عيش المزارعين والاهتمام بإمدادات الطاقة المنزلية. أفاد قسم التنمية الإعمارية في إقليم عنسب عن إنجاز مشاريع تنموية كبيرة بكلفة بلغت أكثر من 88 مليون نقفة في عام 2005. وأوضح المدير العام لقسم السيد تخصي أسقدوم أن المشاريع شملت 8 سدود متوسطة المساحات و35 مؤسسة تعليمية و4 مراكز صحية و937 كيلومتر من الطرق الترابية، بالإضافة إلى 656 هكتار تم قياسها وتوثيقها جغرافيا. وفي سياق مماثل أشار القسم إلى أن 48% من الأعمال كانت في بناء المدارس ومرافقها، و22% من السدود والبنية التحتية الزراعية، و10% ببناء مراكز صحية، و10% أيضا في صيانة الطرقات، وكذلك 10% المتبقية في صيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية على مستوى الإقليم. وأشار إلى أن المشاريع شهدت مشاركة مجتمعية واسعة لعبت دورا جادا في إسراع أعمال الإنشاء، خاصة في تلك المرتبطة بضمان المصادر الصحية للمياه للمواطنين، وكذلك المواشي والزراعة المروية، مما مكن من تخزين سعة 890 ألف متر مكعب من المياه في الخزانات والسدود التي تم إنشائها. كما تم صيانة خطوط الصرف الصحي لمدينة كرن، وصيانة غرف الجراحة بمستشفى كرن أيضا، وإنشاء عيادة في مدرسة الصم في كرن، وصيانة مركز حقات الصحي، إلى جانب أعمال مماثلة في كل من إعلى برعد ودك عندهم. وأشاد السيد تخصي في الختام بمساهمة الجميع من المواطنين والمهندسين والمشرفين على الأعمال من حيث التنسيق والتفاني في العمل. انعقد في 23 من يناير في العاصمة أسمرة الاجتماع السابع للجنة المركزية لكونفدرالية العمال الوطنية تحت الشعار تقدمنا التنموي من خلال وعينا وقوتنا. وصادقت اللجنة المركزية على خطة العمل لعام 2026 بعد مناقشة تقرير تنفيذ البرنامج الذي قدمه نائب الأمين العام السيد كبرآب كيداني.
وذكرت تقرير الندوات والحملات التوعية المنتظمة خلال عام 2026 بالتركيز على دور النقابات العمالية في إدارة العمل وتاريخ الحركة العمالية وأهمية التنظيم في التنمية الوطنية ووحدة العمال خلال النضال وأهمية إعادة التنظيم. بالإضافة إلى ذلك تم عرض برامج خاصة بالشابات العاملات والشؤون التنظيمية والتدريب وتنمية الموارد البشرية والعلاقات الخارجية بالتفصيل. وأوضح بأن مركز مصوع للتدريب المهني الذي ظل يقدم التدريب المهني في 7 مجالات خرج عام 2025 دورتين تدريبيتين بالشهادة، وشارك ما مجموعه 692 موظفا في التدريبات المهنية في جميع الأقاليم. وفي الختام، وبعد الموافقة على خطة العمل والميزانية لعام 2026 قدمت مقترحات وتوصيات لتكثيف الحملات والعمل بجدية على إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في المؤسسات والعمل على توضيح وتنسيق العلاقات بين الجمعيات الرئيسية والاتحادات والمكاتب الإقليمية وتجديد وتقوية الكونفدرالية علاقاتها مع نظيراتها التي تتمتع بأهداف مماثلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي الوقت نفسه عقدت اتحادات عمال المجلس الأعلى للعمال ال5 اجتماعات لجنتها المركزية في 22 من يناير، وناقش أعضاء جمعية اتحادات العمال الجوانب التنظيمية والاجتماعية للعمال بالإضافة إلى السلامة والصحة وغيرها من القضايا الراهنة المتعلقة بالعمال. بدأ صندوق القروض المصغرة والادخار مول بالتعاون مع قسم التنمية في وزارة الثروة البحرية بتقديم قروض لصيادي الأسماك في شمال البحر الأحمر، وذلك بعد إجراء دراسة متكاملة لمدة عام. وصرح المدير التنفيذي لمول السيد تافل أسمران في كلمته التي ألقاها في اللقاء الذي عقد في 20 من الشهر الجاري بمصوع، صرح أن المشروع يبدأ أعماله بكلفة إجمالية تصل ال1,000,000 نقفة القابلة للارتفاع مع توسع المشروع وسداد المعترضين للقروض التي تقدم لهم. وأشار إلى أن القروض تقدم إلى شراكة 3 صيادين والذي يتماشى مع مواسم الصيد والإنتاج البحري بشكل مفصل. ويعرف أن صندوق القروض المصغرة والادخار مول مؤسسة حكومية مالية مصغرة تهدف إلى دعم المواطنين الذين يصبحون قادرين على رفع الإنتاجية، خاصة أولئك الذين لا يتلقون التعاملات البنكية وخدماتها المادية نتيجة أماكن إقامتهم النائية. دعا فرع وزارة النقل البري في إقليم القاشبركة في السيمينار الذي عقد في بارنتو يوم 23 من يناير، دعا السائقين إلى توخي الحذر لمنع حوادث المرور من خلال الحفاظ على سلامة مركباتهم. وأفاد مسؤول الفرع السيد هيل أبرهة أنه في عام 2025 لقي ما مجموعه 49 شخصا حتفهم وأصيب 450 آخرون، وتم تسجيل أضرار في الممتلكات بقيمة حوالي 5.5 مليون نقفة، موضحا أن حوادث المرور زادت بنسبة 11% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وأن معدل الوفيات انخفض بنسبة 9% إلى جانب مخالفة أكثر من 640 مركبة بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون نقفة لانتهاكها القوانين المرورية. وفيما يتعلق بوضع البنية التحتية، ذكر أنه تم صيانة الطريق الترابي ما بين شاكات داس بارنتو كونا و3 جسور على طريق تسني قلوج وجسر واحد على طريق غردات بيشا. وأضاف السيد هيلفي أن من بين الخطط المقترحة تركيب إشارات مرور كافية في المدن وتوزيع دفاتر ملكية للجرارات وتنظيم دورات تدريبية لتنمية الموارد البشرية. وفي الختام اقترح المشاركون بضرورة تحديث دروس القيادة باستمرار، وأن يحصل الطلاب الذين يجتازون اختبار القيادة على رخص القيادة الخاصة بهم بشكل أسرع، وأن يقوم مدربو القيادة بمراقبة حالة مركباتهم بشكل جاد. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرترية، لكن بعد الفاصل.
على الصعيد العالمي، حذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيقابل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة. وقال مسؤول إيراني إن أي هجوم على إيران سيعتبر بمثابة حرب عليها، وستتعامل معه في ردها على هذا الأساس، مضيفا: سنرد بكل قوة على أي اعتداء، وجميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لنا. وعلى صعيد التحركات الميدانية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات يو اس اس أبراهام لينكولن وثلاثة مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد وجود عدد كبير من السفن التي تتحرك نحو الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب عن كثب الأوضاع في إيران. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وجود مقاتلات F-15E سترايك إيجل في المنطقة لتعزيز الجاهزية. دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى شراء المنتج الكندي وبناء كندا ردا على تهديد جديد بالرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشر كارني مقطع فيديو على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي حول شراء وبناء كل ما هو كندي لمكافحة التهديدات الاقتصادية من دول أخرى. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الكندية التي تدخل الولايات المتحدة. ترامب الذي دأب على استخدام لهجة هجومية في ملفات التجارة وجه رسالة صريحة إلى أوتاوا مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحويل كندا إلى ما وصفه ببوابة خلفية لتدفق البضائع الصينية نحو السوق الأمريكية في ظل التوتر القائم بين واشنطن وبكين. أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن منع الطائرات التي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي البلجيكي. وجاء هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ بمبادرة من وزير الخارجية ماكسيم بريفو، ويلزم جميع الأطراف المعنية بإبلاغ السلطات البلجيكية بتفاصيل أي رحلات جوية تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل. وتهدف الخطوة إلى منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، كما تولغ الثغرات القانونية التي كانت تسمح سابقا بمرور الشحنات عبر بلجيكا دون تفريقها أثناء التوقفات الفنية للطائرة. وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة بلجيكية قرارا يلزم الحكومة بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرا شاملا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموافقته على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين من تداعيات العاصفة الثلجية التي تجتاح ولايات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن السلطات الفيدرالية تعمل بشكل وثيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في هذه الولايات ومع حكام الولايات وفرق الطوارئ المحلية. وضربت عاصفة شتوية كبرى الولايات المتحدة وسط التحذيرات من تأثيرها على أكثر من 170 مليون أمريكي في أكثر من 30 ولاية بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسبب العاصفة فيران في اضطرابات في حركة المرور وانقطاعات في التيار الكهربائي، مع تساقط كثيف للثلوج وبرد قارس في المناطق الممتدة من ولاية تكساس وحتى شمال شرق البلاد. وحتى اللحظة تعطلت أكثر من 10,000 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحسبا للعاصفة، مع توقعات بإلغاء آلاف الرحلات الأخرى حتى مطلع الأسبوع المقبل جراء اشتداد العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري 24. إنجاز مشاريع تنموية كبيرة في إقليم عنسبة.
العاصمة أسمرة تشهد انعقاد الاجتماع السابع للجنة المركزية لكونفدرالية العمال الوطنية. حاملة الطائرات تتجه إلى بحر العرب، وإيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية. كارني يدعو إلى شراء المنتج الكندي ردا على تهديد ترامب. وبلجيكا تمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام مجالها الجوي. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم.